سلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وقصة جديدة على قناتكم حكاية مع حفيظة. اليوم غادي نرجعوا بالزمن لواحد المدينة قديمة فين كاينين ديور بناوهم ناس وما سكنوهمش بشر. قصة اليوم غادي تجمد الدم في العروق، حيت هادشي اللي غنعاود لكم وقع بالصح ومازال الترو باقي لدابا. رخي مع راسك، طفي الضو ويلا نبداو الحكاية. في قلب مدينة مكناس كاين واحد الدرب ضيق بزاف والحيط ديالو عالي لدرجة الشمس ما كتوصلش للأرض. فهاد الدرب كاينه واحد الدار كبيره، باب ديال العود قديم ومصدي بالسلاسل. هاد الدار كيسميوها الجيران دار الغريب. القصة بدات في السبعينات القرن الماضي، ملي سكن فيها واحد الراجل براني عمر حد شاف وجهه، كيدخل ديما في نص الليل وهادز معاه خنشة ثقيلة. الجيران كانوا كيسميو صوت النجارة والمطارق ليل كامل، ولكن الغريب هو أن الدار ما كان فيها لا تقب لا شرجم، كانت مسدودة من كاع الجهات بحال القبر. واحد الليلة الصوت ديال المطارق سكت بمرة وتعوض بواحد ضحكة باردة كانت كتخرج من تحت الباب. الناس خافوا وعيطوا للمخزن. ملي هرسوا الباب ودخلوا تخلعوا من داكشي اللي شافوا. الدار كانت خاوية من كاع الأثاث، ولكن الحيوط كاملين كانوا مغطيين بمرايا صغار، آلاف المرايا لاصقة في كل بلاصة. وفي وسط الصالون لقاو ديك الخنشة اللي كان كيهز الراجل، كانت عامرة بشعر ديال بنادم حقيقي ومضفور. الراجل البراني ما كان ليه حتى أثر، اختفى كأنه ما عمرو كان. الناس اللي دخلوا ديك النهار كاع اللي شاف راسو في ديك المرايا تبدلات حياته. كاين اللي فقد الذاكرة وكاين اللي ولا كيهضر بوحدو ليل كامل. ومن تما تسدات الدار وبقات هكاك لدابا. الناس اللي كيدوزوا من حدا داك الدرب في الليالي اللي كيكون فيها القمر طالع كيسمعوا صوت المقص خدام وسط الدار، وكأن داك البراني مازال خدام كيدفر في الشعر كيتسنى الضحية الجاية اللي غادي تحل الباب وتشوف وجهن في مرايته. ولكن الصدمة الكبيرة يلا غتبدا ملي دخلوا البوليس ومعاهم الجيران لوسط الدار. واحد من الحناش رجال الأمن اللي كان سميتو المعطي كان هز فانوس وكيدور به في الصالون. فجأة وقف بلاصتو بحال إلا ضربو الضوء. ملي شاف راسو في ديك المرايا الصغار اللي لاصقة في الحيط ملقاش وجهه، لقى وجه بنادم آخر كيشوف فيه بواحد النظرة حاقدة. المرايا ما كانتش كتعكس الحقيقة، كانت كتعرض صور ديال ناس ماتوا هادي سنين وكلهم عندهم نفس النظرة الباردة. الجيران اللي كانوا واقفين في العتبة بداو كيسمعوا صوت المقص كيتجهد، ولكن هاد المرة الصوت جاي من تحت الأرض. اكتشفوا باللي كاين واحد الدروج ضيق مخبي ورا واحد الحيط ديال المرايا. هبطوا فيه وهما شادين قلوبهم بين يديهم. تما لقاو السيمية، القابو ديال الدار. هاد القابو كان عبارة عن قاعة كبيرة، الحيوط ديالها ماشي بالمرايا ولكن كانت كلها مغطية بصور فوتوغرافية قديمة بزاف، صور ديال عيالات ورجال ودراري صغار وكلهم ممسوحين لهم العينين بصباغة كحلة. وفي وسط القاعة كانت كاينة طبلة كبيرة ديال العود وفوق منها مقص ذهبي كبير وداير به ريش ديال الغراب الأسود. واحد من الجيران اللي كان كيتسمى باعلي لقى واحد الكناش قديم بزاف، لونه باهت وريحته بحال الخنز. ملي فتحوه لقاو فيه كتابة بلغات غريبة ورسومات ديال دوائر سحرية وخرائط لمدينة مكناس، ولكن الخرائط كانت مرسومة بالدم. في كل زنقة وكل درب كان كاين كروة مصلبة باللون الأحمر، وكأن هاد البراني كان كيخطط لشي حاجة كبيرة غتوقع المدينة كاملة. وفي ديك اللحظة فجأة الشمع اللي كان هازينه الناس طفى بوحدو، ظلام دامس، وصوت الضحكة اللي كانت برا ولات دابا كتسمع لداخل وكتدور بيهم في القبر. الناس بداو كيهربوا كيتخبطوا في بعضياتهم، والبوليس كيطيحوا في الدروج من كثرة الخوف. اللي كان كيوصل لشي مراية في طريقه كان كيحس بيد باردة كتخرج منها وكتجر ليه حوايجه. واحد من الشباب د الحومة اللي كان سميتو عمر حلف باللي شاف الخيال ديال داك البراني كيدوز من قدام عينيه، ولكن ما كانش كيمشي فوق الأرض، كان كيطير بحال الدخان الأسود وكيختفي وسط الحيوط.
ملي خرجوا كاملين الزنقة وهما كينهجوا سدوا الباب بالسلاسل وقرروا ما يعاودوش يدخلوا ليها كاع. الغريب هو أن اليوم التالي ملي رجعوا باش يفتشوا الدار بالنهار ويصوروا داك الشيء لقاو الدار خاوية بمرة، حتى المراية اللي كانت لاصقة في الحيوط طارت وما بقاش ليها أثر، والحيط رجع فيه غير الرملة والحجر القديم، وكأن داك الشيء اللي شافوه بالليل كان مجرد حلم مرعب أو سحر غطى على عينيهم. وهنا سالت قصتنا ديال اليوم. واش كتعتقدوا هذا الراجل كان بشر ولا حاجة أخرى؟ خليوا لي رأيكم في التعاليق، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كاع الأسرار المخبية. تهلاو في راسكم وتصبحوا على خير.